السلام عليكم، ازيكم عاملين إيه؟ ومعاكم حلقة جديدة من سلسلة الفنكوش. النهارده هنتكلم في حاجة يخجل لها العقل. دلوقتي أنا النهارده رُحت أشتري كيس شيبسي من أبو 5 جنيه، رُحت للراجل قُلت له: "أنا عايز كيس شيبسي من أبو 5 جنيه." قال لي: "لأ استنى، أنا هابيع لك كيس الشيبسي ده ب10 جنيه، بس هتعدّي عليَّ كل يوم تاخد منّي جنيه لغاية أمّا تكمّل 5 جنيه." فأنا اتبسطت جدًا وقُلت الله! ده أنا كسبت في كيس الشيبسي ده 5 جنيه. هو ده بالضبط الإيجار الإلزامي والعوائد، ده النظام اللي معظم الناس بقت بتشتري فيه. النظام ده اُصطنع جديد في العاصمة، تمام، موجود بقى له سنين وناس كتيرة جدًا بتشتري عليه. في منّه نوعين بيبيعوا، شركات صغيّرة فبتبيعوا نصب وعمرهم ما يعملوه، بيربطوه بحاجة اسمها التشغيل، وعمرهم ما هيشغّلوا غير لمّا ياخدوا منّك كل الأقساط اللي أنت دفعتها، فتبقى ساعتها بتاخد تراب الفلوس. وفي منهم الشركات الكبيرة اللي فعلًا هتلتزم بالكلام ده، فهيبيع لك الunit اللي هي مثلًا زي الunits اللي في الحي المالي مثلًا، بدل ما يبيعها لك بسعر متر 110، 120، 130، 140، 150 ألف اللي هو أنضف مشروع موجود في الحي المالي، مثلًا بتاع البطل سعر المتر هناك في الحدود دي، هيقوم بايعه لك ب280 ألف للمتر ويقول لك لأ استنى، ده أنا هادّيك عائد على المقدم وهادّيك 10% كل سنة لمدة 5 سنين. طب ما أنت ضاحك عليّا، ما أنت أنا واخد منك 10 متر وبعدين تقول لي أنا هابيعهم لك ب2.800.000 والّا ب3.000.000. هم قيمتهم مش كده. أنا هاخدهم فوري، ما أنا هادفع كاش، أنا هادفع كاش وآخد فوري ما فيش مشكلة، ما هو في مشاريع تانية كده وبنُص السعر أو ب60% و70% من السعر. فده ما هو إلا استقطاب للعميل اللي قاعد برّه، اللي عايز يحس إن هو دفع فلوس والفلوس دي جابت له فلوس، ولكن هو للأسف كقلة خبرة ده اللي بيحصل وناس كتيرة بتخش فيه وهُم مش واعيين إيه اللي بيحصل. وأقل sales في الدنيا هيعرف يفهّمك الكلام ده لو هو عايز يفهمه لك. فبالنسبة للإيجار الإلزامي والعوائد كفنكوش، ده مش استثمار. أنت اللي بتعمله ده مش استثمار، أنت بتضحك على نفسك والشركات دي بتضحك عليك، تمام، وبتدفع فلوس كتيرة أوي في الأرض، تمام، حاجات كتيرة أوي كنت ممكن تعملها، وال10 متر دول يوم ما هيبقوا أعظم 10 متر في الدنيا هيجيبوا له 15,000 جنيه في الشهر. فبالنسبة للفنكوش في الإيجار الإلزامي ألحقه والّا ما ألحقوش؟ طبعًا ما تلحقوش. مش عارف إن أنت تشتري وحدة وتكون وحدة فعلًا تشغيلية، ما تشتريش، حُط فلوسك في دهب. أنا علي عبد العزيز، ولو احتجت أي استشارة عقارية ممكن تسألني هاجاوبك بصدق حتى لو مش هتشتري معايا.